بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر ووفر مع بناتي. كل لحظه وانتم بخير يا جماعه. النهارده باذن الرحمن انا طبعا ما كنتش ناويه اصور معاكم الفيديو بتاع الفراخ بصراحه، لاني انا دايما الطيور عندي ما عادتش بتجيب مشاهدات كتير، فقلت ما عدتش اصورها. بس ربنا يبارك فيها يا رب. واحده من متابعينا حبيبه قلبي قالت لي صوري معاكي، صوري هاتي لنا فراخ بيضه وصورها لنا من اول الدوره ما تجيبيها. فبصراحه انا كنت جبت خلاص الفراخ دي يا حبيبه قلبي، والفراخ دي عمرها النهارده 10 ايام. فانا بقول لك جبتها، فقلت اصور معاكم من النهارده مفيش مشكله بقى، ولما ان شاء الله اخلص ايه واجيب تاني هصور لك ان شاء الله. وعد بقى هصور لك من اول يوم باذن الله، واقول لك انا عملت ايه باذن الله يا رب. طبعا اول حاجه خالص انا خليت فانا بقول لكم يا حبيبتي انا سبتهم اسبوع الاولاني ده دايما بحب احطه في البلكونه عندي. طبعا بيبقى انا متابعاه اكتر من كده، لان البلكونه في المطبخ. طول ما انا في البلكونه في الشقه اساسا وفي المطبخ متابعاهم، بنظف عليهم، بحط لهم اكل ميه، اي حاجه هم عايزينها ببقى متابعاهم كويس قوي. فانا بحب تربيه البلكونه بصراحه. بس وببدا اوسع لهم زي ما بقول لكم شويه بشويه كده. بس اللي حصل ان يعني عايزه مكان اوسع كمان. الحر برضو تحت، بالليل بقفل عليهم كويس وبحطهم في مكان كده بقى من البلكونه، وبقفل عليهم كويس، فبدا المكان يضيق عليهم. قلت خلاص بقى الاوضه دي اللي انا كنت حاطه فيها السمان يا جماعه، السمان الحمد لله انا ذبحته خلاص. وبرده ذبحته ما عملتش معاكم فيديو، لان قلت لكم زي ما انا قلت لكم ان فيديوهات الطيور عندي ما عادتش بتجيب مشاهدات كتير، فقلت خلاص مش ادم ما حدش بيهتم بيها، انا هذبح واخلص على كده. فانا ذبحته للسمان بصراحه. وبعدين نقلت بقى الفراخ اللي كانت هنا اللي هي الديوكه دي، نقلتهم في بلكونه هنا على السطح. وبدات اجيب الفراخ التانية اللي هي البيضه ديت وحطيتها زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله الثلاث فراخ يا جماعه اللي انتم شايفينهم سمر دول رومي. انا برضو لقيتهم عند الدكتور، فقلت له طب هات لي كده الفراخ ديت. كان عمر يوم جايين مع بعض، يعني هما الاثنين عمر واحد اهو جايين مع بعض كده. فانا قلت له طب هاتهم كده اما اجرب واشوف تربيتهم كده هعمل فيها ايه من اول ايه، من اول ويوم. يعني انا دايما كنت اشتري الرومي ماشي، بس كنت بجيب الرومي اللي هو عمر كبير في السن. كنت بجيبه من السوق اللي هو بيبقى لسه ما شاء الله يعني ايه عمر شهرين كده او حاجه. فاول مره بصراحه ان انا اربي عمر يوم واتحط في وسط الفراخ البيضه ده، والحمد لله اهو. وطبعا جارتي كمان انتوا سامعين صوت كتكوت اهو. جارتي عندي هنا لقيتها عندها معرفش بطه ولا فرخه راقده او حاجه، طلعت لها كتكوتين اتنين. شايفين في كتكوت اهو، الكتكوت صغير خالص يا جماعه اهو شايفينه جنب الحيطه، والتاني قاعد يصرخ جنبي اهو اهو. ده بقى ان شاء الله اللي بيصرخ ده اكيد يعني مش هيعيش بصراحه. من ساعه ما جابته لي وهما الاثنين قالت، لان قالت حرام بصراحه، قالت لي انا مش هعرف اربي الفرخين دول، فلو انت عندك حطهم معاهم. انا خدتهم منها كده وحطيتهم في وسط الفرخين دول، في وسط الفراخ البيضه دي. الفرخ اللي هو الصغير ده اهو هناك اهو في وسط الفراخ، يعني احسن شويه. انما اللي عمال يصرخ ده انا عارفه ان هو نتيجته، انا اصلا ما بحبش حتى الفرخ اللي يصرخ. ادام هيصرخ كده انا عارفه ان هو قرب خلاص هيموت بقى ان شاء الله. اهو شايفين الكتكوت الزغطت الجميل ده اهو ماشي عادي خالص وبياكل معاهم وخد عليهم. اما الصغير التاني ده لسه اهو 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 لسه بصراحه ما خدش عليهم اهو. طبعا انا بس حبيت ان انا اوريكم النهارده. طبعا هقول لكم انا استقبلت يا جماعه الفراخ دي بدواء استقبال جايباها من عند الدكتور. وبعدين النهارده خلاص الحمد لله رب العالمين وصلوا ل 10 ايام، ايوه 10 ايام تقريبا. فالنهارده انا بحط لهم دلوقتي، عملت لهم الخلطه الطبيعيه خالص بتاعتنا بتاعت اللي احنا بنعملها في بيوتنا، اللي هي عملت ضربت في الخلاط ليمونتين على بصله على كم فص توم بصل، يعني 2 3 كده، ومعلقه خل. وبعدين ضربتهم كويس قوي وقمت حطاهم بعد ما عملتهم صفيتهم كويس. خدت التفل بتاعهم حطيته على العليقه بتاعتهم، والميه بتاعتهم حطيتها ليهم يشربوها. برضو دي من ضمن تقويه المناعه. عشان انا وقفت الدواء خلاص بتاع الاستقبال ودواء تاني اللي هو بقى بتاع الاكسيديا والحاجات دي. فانا قلت هحط دي برضو عشان بنقلهم من مكان لمكان، فلازم يبقى قوي مناعتهم، وبديلهم حاجه كمان حاجه طبيعيه من عندنا اهو باذن الله يا رب.
فانا النهارده باذن الرحمن معلش انا صوتي لاني تعبانه، بس حبيت ان انا بصراحه يعني الحق واصور مع حبيبه قلبي، ربنا يبارك لها يا رب، اللي طلبت مني الفيديو وعايزه تربيه الفراخ البيضاء. فقلت خلاص انا هبدا يا حبيبتي هصور معاكي من النهارده ان شاء الله، وهبقى معاكي على طول بتطور في الفراخ، ونشوف وصلوا لايه باذن الله يا رب. ربنا يكرمنا فيهم وما يخسرنا، وان شاء الله يا حبيبتي وعد مني لما اعمل دوره جديده هصورها معاكي من اول يوم ان شاء الله يا حبيبتي، بالادويه بتاعتها بكل حاجه يا رب. طبعا العلاقه بتاعتهم كلنا عارفينها يا جماعه، هي والميه وكل حاجه. ان شاء الله نتقابل يا رب في فيديو جديد على خير، يا رب يعجبكم ان شاء الله. سلام عليكم.